لامين يامال هو لاعب كرة قدم من أصول مغربية. ولد يوم 13 يوليوز 2007 ويلعب بصورة أساسية في مركز الجناح الأيمن. مسيرة يامال في كرة القدم كلها بدأت وتكونت في أكاديمية لاماسيا ببرشلونة، لكن موهبته فرضت نفسها وجعلته ينتقل بين فرق الفئات السنية سريعاً رغم صغر سنه. شارك يامال مع فريق تحت 16 عاماً عام 2028، وفي غضون عام واحد انتقل لفريق تحت 19 عاماً، بينما لم يكن قد أكمل عامه الرابع عشر بعد. وفي 29 أبريل نيسان 2023 وهو في 15 من عمره، شارك يامال مع الفريق الأول لبرشلونة أمام ريال بيتيس ليغدو أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني على الإطلاق يشارك بقميص الفريق الأول. ولد لامين يامال لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية في إسبانيا، وهي إحدى بلديات مقاطعة برشلونة بمنطقة كتالونيا. وتقول بعض التقارير إن النطق الصحيح لاسم اللاعب الأمين جمال، باعتبار أن أصوله مغربية عربية، لكن المتعارف عليه هو لامين يامال بالنطق الإسباني. بدأت مسيرة اللاعب مع منتخب إسبانيا تحت 15 عاماً في فبراير 2022، وكالعادة انطلق سريعاً بين الفئات السنية للأروخا، حيث لعب مع منتخبات تحت 16 و17 و19 عاماً. أصبح الآن أغلى لاعب شاب بعد محاولة باريس سان جيرمان شراء عقده ب250 مليون يورو